كتير مننا فاكر ان الميزان هو المقياس الوحيد اللي بعمل بيه تتبع لنزول الوزن عندي، وان هو المقياس اللي بيقول انا خسيت او ما خسيتش او يمكن كمان زدت. الحقيقة ان الميزان من العوامل المهمة جدا اللي بيحدد لي انا زدت ولا لا، ولكن هو مش المقياس الوحيد. اوقات بيبقى وزني على الميزان ثابت، ولكن انا في الحقيقة خاسس دهون. طيب الثبات ده جه منين؟ ان انا ممكن اكون زايد مقابل الدهون دي ميه او عضلات. تمام. اللي بيحدد ده طبعا ميزان اسمه ان بودي، ولكن بنتكلم عن الميزان العادي. طيب المرجع الثاني في ان انا اتابع نزول الوزن بتاعي هو ان انا كمان اخد المقاسات. الشيب بتاع جسمي بيفرق جدا مع الميزان. يعني انا ممكن اكون ثابت على الميزان فانا نزلت دهون وزدت عضلات، ولكن جسمي الشيب بتاعه اختلف. طبعا هي حجم الدهون مختلف، اكبر بكتير من حجم العضله، وبالتالي لو نزلت دهون وزدت عضلات حجم جسمي هيختلف والشيب بتاعه هيبقى احسن وهيقل. ولكن على الميزان ممكن اكون نفس الوزن، وبالتالي لازم نراعي كويس قوي ان انا وزني على الميزان مش المقياس الوحيد ان انا نزلت في الوزن. لازم نراعي دي كويس قوي لانها بتعمل احباط لناس كتيره. لازم في اول الدايت اخد المقاسات بتاعتي بشكل كويس، اقيس اي بلوزه او تي شيرت ضيق عندي وابتدي اقارنه بعد كده على مدار الاسابيع اللي بعدها، وكمان اخد الميزان، يبقى المقاسات والميزان.